السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم. نتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناة مع تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. اليوم ان شاء الله كيف ما وعدتكم قبل درت معكم الورقة ديال البسطيلة، ودابا غندير معكم بسيطلات حلوين بحشوة زوينة بزاف وبالورقة اللي درت معكم في الفيديو اللي قبل. كتجي ناجحة ومقرمشة. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم، وما تبخلوش عليا بلايك وندوزوا للمكونات. فبسم الله على بركه الله. هنايا في واحد الكوكوط درت زيت نباتيه، واحد القياس ديال نص كاس تقريبا. من بعد كنضيف عليها هكا داك الدجاج مقطع طريفات. المهم هنايا تقريبا درت نص دجاجه ما كاملاش، يعني دجاجه صغيره، حيت درت غير القياس. تبارك الله هذا الشيء راه خرج ليا 15 حبه ديال البسيطلات. من بعد كنضيف واحد 3 الحبات ديال البصله اللي كنقطعهم هكا مشلضين رقيق. بالنسبه للعطريه كندير معلقه ديال الملحه، نص معلقه ديال البزار. كنضيف كذلك شويه ديال السكنجبير، ماشي شويه معلقه صغيره ديال السكنجبير تكون عامره. وكنضيف كذلك الخرقوم بلدي، واحد معلقه حتى هي صغيره ما عامراش. من بعد كنضيف نص معلقه صغيره ديال الضامه ديال الزعفران، كتعطي واحد المنه رائعه. ولا عندكم الزعفران شعره يمكن لكم تضيفوه. كنضيف معلقه ديال القرفه مطحونه وواحد شويه ديال العواد القرفه، ومعلقه صغيره ديال السمن تكون عامره، السمن حلو اولا السمن حار. صافي من بعد كنخلي هذا الدجاج يتقلى، يعني كنحركو وكنخليه يتقلى مزيان. بالنسبه للوز هنايا خديت اللوز تقريبا كاس ونص، كنغسلو وكندير ليه كاس ديال الماء وشويه ديال الملحه وكنخليه يتسلق باش هكا نفسخو من داك القشره ديالو. هنايا رجعت للكوكوط من بعد ما كتغمر لينا داك الضغميره وكيتقلى لنا داك الدجاج، كنضيف عليهم كاس ديال الماء وكنخلط ونسد على الكوكوط ديالي ونخلي داك الدجاج حتى كيطيب وداك الضغميره حتى كتعقد وتشد في راسها. غنرجع اللوز هنايا من بعد ما قطرته من الماء وفسختو، يعني حيدت ليه داك القشره ديالو ومسحته بزويف باش هكا يكون ناشف، اولا تخليوه ينشف شي شويه. المهم كندير المقله فيها الزيت. هنايا الزيت راه كنديرها بارده وكنلوح فيها داك اللوز باش هكا الزيت كتسخن واللوز كيتقلى. اما الا درتو الزيت وهو سخون ودرتو فيه اللوز فدغيا كيتحرق ليكم. من الاحسن ديروا هاد الطريقه، كيجي مذهب وكيجي ناجح وما كيتحرقش. صافي هنايا غادي نرجع للكوكوط من بعد ما كيطيب لنا داك الدجاج. فكنحيد داك الدجاج، دوك الطريفات ديال الدجاج كنحيدهم باش كنخليو غير الضغميره، وكنحيد حتى دوك العواد ديال القرفه. صافي كنعزل داك الدجاج كيف ما قلنا وكنخليو غير داك الضغميره. هنايا انا كنصفي شويه هاد الضغميره من داك الزيت باش ما كتجيش ميدمه بزاف، وداك الزيت غنوريكم شنو غنديرو به من بعد. كنرجع عاوتاني داك الضغميره للكوكوط، اولا حتى طيبوا بها اولا حتى ديروا فيها البيض عاد تخليوها تقطر من داك المريقه. صافي هنايا كيف ما قلنا غادي نرجعها فوق البوطه ونخليها هكا كتضغمر مزيان حتى كتشرب داك الماء تماما ما كيبقاش فيها. وكنضيف ليها معلقه كبيره ديال العسل باش كتعلك اولا سكر سنيده اللي بغيتو. وممكن نضيفو حتى شويه ديال الزهر باش كيعطي واحد النسمه زوينه. انا الزهر غادي نضيفو مع البيض. غناخد هنايا 3 الحبات ديال البيض يكونوا كبار، وغادي نضيف لهم شويه ديال الماء زهر اولا ديك الساشيه ديال الزهر باش هكا كتعطي واحد النكهه وكتحيد لنا ديك الزفوره ديال البيض. كنخلطو مزيان، يعني كنطربوه مزيان صافي حتى كيتخلط. وغادي نبدا كنضيف على داك الضغميره ديال البصله البيض شويه بشويه، وحنا كنخلطو بالزربه باش هكا ما كيتجمعش لينا البيض وكيجي مفرتت. صافي غنبقى كنزيد البيض وانا كنحرك، كنزيد البيض وانا كنحرك حتى صافي كيطيب ليا داك البيض. وكنضيف هنايا واحد الكميه مهمه يعني كثيره ديال القزبر ومعدنوس مقطعين، حيت كيعطي واحد النسمه رائعه في هاد الضغميره هادي. صافي غنبقى هكاك بنفس الطريقه وانا كنخلط حتى كينشف لينا داك الخليط وما كيبقاش فيه هكا المرقه كاع نهائيا كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو. هنايا غادي نرجع للدجاج اللي حيدته من ديك المريقه قبل، غادي نحاول نفردو نحيد منه دوك العظيمات باش هكا نخدموا به البسيطلات ديالنا. صافي غادي نكمل هاد الدجاج كامل هكا نفردو نحيد ليه كيف ما قلنا العظومه باش نخدموا به من بعد. صافي هنايا من بعد ما كملتو غادي نخليه جانبا وندوز اللوز اللي حمرناه. طحنته هكا غير هرمشتو شويه، يعني ما كطحنوش تنيلوه بزاف. كنضيف ليه معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه وجوج معالق ديال السكر كلاصي اولا سنيده. المهم انا من الاحسن كندير سنيده. واحد معلقه ديال الزهر ما زهر اولا عندكم ساشيه ديال الزهر كنفضلها ديروها كتجي حسن. وكنخلط داك اللوز مزيان.
هنايا الدغميره من بعد ما وجدات وخليتها تبرد مزيان باش هكا نخدموا بها وما تقطعش لنا الورقه. هنايا الورقه ديال البسطيله اللي خدمت معكم في الفيديو اللي قبل هذه الفيديو اللي قبل هذه راه وحده اخرى، ولكن مهم راه بنفس الطريقه بنفس المكونات. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا راه كتجي زوينه وناجحه 100%. كناخذ هكا ديك الورقه ديال البسطيله كنديرها هكا في واحد الطبيصيل اولا شي زليفه مدوره باش تشد لنا البسطيله ديالنا لا فورم تكون مقاده. كندير اول حاجه اللوز، تقريبا واحد 3 معالق كبار اولا صغارين ديال اللوز يكونوا عامرين، ومن بعد كنضيف فوق من داك اللوز التغميره اللي درنا ديال البيض والبصله. كنضيف واحد الكميه، هنايا راه تقسموا هادشي شويه شويه باش هكا تتخرج لكم. درت تقريبا واحد معلقه كبيره تكون حتى هي عامره مزيان ديال ديك التغميره، كنصاوبها من فوق من داك اللوز. واخر حاجه كنديرها هي الدجاج، كندير داك الدجاج اللي فرتتنا وحيدنا منه العظومه، وكنبدا كنسد البسيطات ديالي بهذا الشكل هذا. يعني كنبداو نجمعوا هذيك الورقه من الجناب، وهذيك المريقه اللي حيدنا في الاول اللي قلت لكم تقطروها من ديك الضغميره هي باش غادي نبدا كنسد هذوك البسيطات وندهنهم من بعد فاش نبغي ندخلهم للفران. ها هي هذه. الا ما كانتش ما بقاتش لكم اولا ما قطرتوهاش غديروا الزيت النباتيه وتضيفوا عليها شويه ديال التحميره باش هكا كتجيكم الزيت حمراء. هاد الزيت هي اللي كتقرمش لينا البسطيله وكتعطي حتى داك اللوين زوين مذهب وزويون. صافي هنايا كنبقى نجمع هنايا الجناب بشويه بشويه وانا كندهن بداك الزيت حتى كنجمع البسيطله ديالي. كناخذ واحد الورقه اخرى هي تفاديا انها تقطع اولا تكون رقيقه بزاف، فكنقلب فيها هكا ديك البسطيل اللي صاوبنا وكنبدا حتى هي كنجمعها من الفوق بنفس الطريقه وانا كندهن بالزيت وكنجمع الجنيبات ديالها. صافي حتى كنحصلوا على واحد البسيطله اللي تكون مقاده وتجينا مدوره بحال هذا الشكل هذا. من بعد غنديرهم في لاطه وغادي نبدا كندهن فيهم بالزيت اللي قلنا فيه التحميره اولا بهاد الزويته اللي كتشات لنا من ديك الضغميره ديالنا بهاد الطريقه. صافي غندهنهم كاملين حتى نكملهم. كما قلت لكم راه خرجوا لي تبارك الله 15 حبه بهاد الكميه هذه، راه تعطي واحد الكميه زعما مزيانه وزوينه وعامرين. من بعد غندخلهم الفران يكون سخون من قبل ونخليهم حتى يتحمروا من التحت ويشدوا راسهم يتقرمشوا، نهبطهم تكون العافيه من فوق منهم باش هكا يتحمروا حتى من الفوق وكياخذوا هذا اللوين الذهبي كيف ما كتشوفوا معايا. كتجي مذهبه ما تخليوهاش عاوتاني تتحرق، هي تذهب وتقرمش صافي ونخرجوها. بالنسبه للتزيين راه غنديروا التزيين العادي اللي موالفين حنايا في البسطيطلات ديالنا الحلوين المعتادين ديالنا المغاربه. فغادي ندير فوق منها هكا سكر كلاصي اللي غادي ندردرو هكا من الفوق بواحد الصفايه باش كيجينا مقاد، وكنزين بخطيطات ديال القرفه. صافي بنفس الطريقه انا قسمت هنايا هاد الكميه اللي عندي على جوج، نص غادي نزينو بسكر كلاصي والقرفه والنص الاخر غندير ليه العسل واللوز مهرمش. صافي هنايا من بعد ما كملت هذيك الكميه كامله فغندوز للكميه الثانيه ونديرها باللوز والعسل المهم ما تدوش عليا. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا، كيجيو رائعين بصحه وراحه. وما تنساونيش من اللايكات. السلام عليكم.